هنصب بقى السحلب دلوقتي ان شاء الله. طبعا هو يا جماعه زي ما قلت لكم بيتشرب سخن. ماشي يا حلوين. هنحط طبعا شويه جوز هند ونحط فوقيهم فول سوداني مجروش. عندك مكسرات يبقى يا جمال يا جمال ويا جمال، يبقى يا حبذا. تمام. هنحط الزبيب بس. طبعا لو انا عندي بقى كذا كوبايه حطي كوبايه عليها، حطي مستكه، يعني حسب الرغبه يا جماعه. تمام. وطبعا مما لا شك فيه بيكون جنبنا يا جماعه ايه، معلقه. السحلب بتاعنا جميل جدا يا جماعه، حلو قوي قوي قوي. وكفايه النظافه وكفايه انتي عارفه يعني بتشربي ازاي. يلا حبيباتي نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اذا عجبكم الفيديو يا جماعه يلا حطوا لايك وشير سبسكرايب، فعلوا الجرس اللي لسه شايف القناه دلوقتي، دوسوا على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل جديد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلى الملتقى إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. صلوا على الحبيب. قلبي وقلوبكم تطيب، شمس لا تغيب، وإذا دعونا الله يستجيب. عساكم بخير يا حبيباتي، عاملين ايه وكيف حالكم مع الله؟ احييكم من كل قلبي يا جماعه بالتعليقات بتاعتكم واللايكات يا جماعه. اللايكات فظيعه يعني النص بالنص، يعني مثلا لو المشاهده 120 بتكون اللايكات يمكن من 60 اقل من 60. فبس يعني ما اللايك معلهوش اي حاجه يا جماعه، وبس اكيد انتوا يعني بتنسوا. فانا احييكم من كل قلبي وبشكر كل انسان بيدعمني يا جماعه بكلمه كويسه او تعليق جميل ولايك ومشاهده، يعني بجد بشكركم كتير يا جماعه من كل قلبي. يلا النهارده هنعمل مشروب جميل يا جماعه، هو بيتعمل يعني او هو من المشروبات الشتويه اللي لا يختلف عليه اثنين، كل بيحبه يعني. احنا كنا بنشتريه بره بالغلا يعني، وكيس صغير كده منه 25 او 35 تقريبا دلوقتي، صغير كده بتاع ربع كيلو. وطبعا مش نضيف زي عمايل البيت يعني. انا دلوقتي اقوم ان شاء الله اخدكم معايا على المطبخ ونشوف هنعمل السحلب ازاي. السحلب جميل جدا جدا، بيدي طاقه للجسم يا جماعه ويدفي الجسم في الشتاء. احنا خلاص ان شاء الله يعني خلاص بدأنا في الشتاء يعني. يلا ناخدكم نروح المطبخ ونشوف هنعمل السحلب ازاي. ادي حبيباتي مقادير الحاجات دلوقتي اللي انا هعملها، اللي هي السحلب. هنعمل السحلب في البيت يا جماعه. دلوقتي الكوبايه دي حبيباتي شايفينها كل المقادير منها. تمام. الاول عندنا يا جماعه كوبايه من الرز المطحون، كوبايه رز مطحونه. بليت كوب من الرز وحطيته 3-4 ساعات، نقعته وشلته نشفته وطحنته. تمام. بس في الحاله دي ما تقعدش كتير عندك، لان طبعا دخلوا رطوبه، الرز دخلوا ميه، فكده بيبقى فيه رطوبه. اما اللي بره بيطحنوه من غير ما يتغسل طبعا. انا جبت من بره يا جماعه دلوقتي اوريه لكم، ولكن ما عجبنيش. حتى جبت سمسم برده من بره غير ده، برده ريحته، بس هو من عطار واحد يعني الله يسامحه، ريحته ما كانتش حلوه رجعته. خلاص هنقول هنا كوب رز مطحون، وبعدين هنا كوب لبن بودر. هاتي سايب لان السايب هيوفر معاكي كتير، لان السايب ب 120. اما لما تجيبي اكياس فهو يعني هيكلفك شويه. هنا معلقه سكر بودر برضو بتطحنيها في البيت، ممكن تحطيه على فكره يعني عادي، سكر عادي خالص. تمام. بس انا حطيت يعني طحنته. انا ما بحبش الحاجه مسكره قوي. انا حاطه هنا كوبايه، انت السكر عندك اللي هتحطيه في السحلب ممكن ايه كوبايه ونصف هيكون هو كويس. دوت يا جماعه اللي بيبقى بره ما بيبقاش عليه سكر، احنا كده بنحط سكر في البيت. انت عايزه تحطي بقى السكر بتاعك على حسب الرغبه ماشي، عايزه تحطي كوبايه وبعدين تحلي تاني في السحلب فدي يعني عادي تعب عليكي، فانت هتحطي
المظبوط جدا يا جماعه كوبايه ونص سكر، انا حاطه كوبايه عشان ما بحبش ايه حاجه حلوه قوي. هنا هنيجي للنشا، كوبايه الا ربع من النشا. هنا كوبايه الا ربع او 3/4 كوبايه نشا. تمام، نفس المقاس ده. وعلى فكره اي كوبايه انت هتعمليها عندك يا اختي هتعيري بيها كل الحاجات. طبعا هنا بقى الحاجات اللي هي الاضافيه، طبعا هنا زبيب، هنا قرفه للي يعني بيحب القرفه يا جماعه، في ناس ما بتحبش القرفه. هنا جوز هند مبشور. تمام، هنا فول سوداني الوقت ايه يعني نجرشه كده في الهون بتاع انا عامله هون للمكسرات، هجرشه الوقت. سمسم. تمام، انت عندك بقى مكسرات يا اختي، اللي عنده مكسرات يتفضل يعني يحطها برضو، هي هتبقى زينه يعني، فيجرشها نص جرشه، ما تبقاش ناعمه قوي. خلاص، خلينا نشوف بقى هنعمل ايه يا جماعه بعد كده. بس ايه، نستعين بالله ونقول بسم الله ونشكر ربنا كتير يا جماعه، ونصلي على الحبيب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بس اجيب بقى حاجه دلوقتي نحط فيها بقى الحاجات دي قدامكم ان شاء الله. ادي حبيباتي هنبدا نقول بسم الله ونصلي على الحبيب صلوات ربي وسلاما عليه. يعني اي حاجه بقى مش لازم بالترتيب. ادي الرز، كوبايه من الرز مطحونه. هتشتري من المكان دي في الرز مطحون، ريحي دماغك وهاتي ايه من بره. تمام، اللبن بودر كوبايه، كل حاجه كوبايه الا النشا هو كوب الا ربع او 3/4 كوب. ماشي حبيباتي. انا بقى كل ما احط كده حاجه من المحتوى يا جماعه هقلبه كويس قوي. انا حابه كده يعني كله عشان ايه يدمج مع بعض، كله كده يندمج مع بعض ان شاء الله. يا رب تكون الصوره واضحه. اختي الجميله اللي قالت لي الفيديوهات الجميله وبس عايزه اضاءه، والله يا اختي انا حاطه 3 لمبات، حاطه كشاف كبير خالص في وش المطبخ، يعني ايه خلفي كده يعني فوق البوتاجاز، وحاطه لمبه اهي على الرخامه بتاعه المطبخ، ده غير اللمبه الفلوسنت اللي في السقف. مش عارفه احط ايه تاني، مش عارفه والله. تمام كده، هنحط النشا بس. يلا صلى على الرسول الحبيب. بس اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنقلب برضو كله يدمج مع بعض كده يا حبيباتي. حشتوني كتير، كيف حالكم؟ كيف حالكم مع الله؟ وازاي يا ولادكم؟ واخبار الدراسة ايه معاكم؟ والمذاكرة والصحيان بدري؟ كان الله في عونكم والله. يعني خلاص بقى اديت رسالتي، كل ده خلص عندي من زمان. خلاص حبيباتي كده، فاضل ايه بقى؟ هو فاضل اللي فاضل، مش مشكله الترتيب يعني، بس المهم ان احنا ايه كل ما نحط حاجه من المحتوى كده نقلب كويس قوي يا جماعه. ليه بقى؟ عشان كله يدمج مع بعض. ونقول لا إلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هحط 3 معالق أو كفاية معلقتين سمسم يا جماعة. طبعا بتجيبيه محمص، ما تجيبوهوش يعني أبيض كده. ماشي حبيباتي. طبعا نسيت اقول لكم النكهه بتاعت السحر، عشان انا غلطت قبل كده يا جماعه وقلت نسكافيه، لان انا هعمل لكم نسكافيه في البيت، وهعمل لكم كابتشينو، وهعمل لكم بوكا، هعمل لكم كل حاجه ان شاء الله. النكهه بتاعت السحلب ده معايا النهارده اللي هي الفانيليا. في حبيباتي مش عارفه هي ايه، بس انا جبت ازازه. انا عندي فانيليا يا جماعه، عندي فانيليا سايبه، بس طبعا ما تنفعش السايبه السمراء دي هنا. تمام، انت عندك بقى فانيليا تحطي معلقه كبيره. انا حاطه كده ايه الازازه اهي، ونقلب الكلام ده كله. بس احنا كده دمجنا كله مع بعض. ماشي حبيباتي. انت عايزه تحطي جوز هند ماشي عليه، ماشي. انا هحط فوق السحلب. ودلوقتي خلينا بقى نجرب ان شاء الله، نعمل مع بعض نشوف السحلب ده اخباره ايه، ونحط نعمل كوب من السحلب. ماشي حبيباتي. نركن بقى الحاجات دي كده على جنب،
وهاخد طبعا السوداني ابرشه جرشه كده يا جماعه في الهون بتاعنا، او الهون بتاع السوداني اصلا. اصل ما ينفعش تعمل بقى في كبه الخلاط ولا في كبه ولا في الكبه التانيه يعني، لا ما ينفعش. هو يعني بندقه كده نص دقه. دلوقتي هفصل وارجع لكم تاني ان شاء الله. ماشي يا حبيباتي، هنركن بقى ده كله. خلاص انا طحنت خليته مجروش كده شويه السوداني في الهون. في سودانيه واقعه اكلها. ادي كوب من اللبن. تمام. طبعا احنا يا جماعه بنعمل السحلب في لبن. انا بعمله قدامكم بلبن صافي، بس انا لما بعمله لنفسي يا جماعه بحط النص والنص، بحط نص ميه وحط نص حليب. انا ماليش في اللبن قوي يعني، هو اللبن مش بيحبني بس كده. تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط معلقتين من السحلب اللي احنا عملناه وهنقلب. على فكره يا جماعه انا دقت البودره بتاعت السحلب، هي جميله 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 جميله، مسكره ومش عايزه اي حاجه. وهنروح على النار. مش حلوين؟ بس يلا صلوا على الحبيب، قلبي وقلبكم كتير. عايزاكم تترحموا يا جماعه وتدعوا للاخت اللي هي طريق الامل. ست كانت جميله جدا جدا، ست فاضله ومحترمه، ومش قادره اقول لكم والله انا لا ازكي على الله احد، والله حاسبها. هي ماتت النهارده تقريبا يا جماعه، بجد قمت على خبر يعني، بجد يعني الحمد لله كلنا يعني انك ميت وانهم ميتون. ربنا قال لسيدنا محمد كده سبحانه وتعالى. فهو الفراق يا جماعه، الفراق لما يكون الانسان محترم وعزيز عليك بتحس يعني بكسره او غصه في القلب يعني، الله المستعان. حبيبتي كوب من اللبن بتحطي قدامه 2 من مسحوق السحلب. ماشي حلوين. وبنقلب. طبعا بتحطي النشا على البارد، ممكن يبقى برضو اللبن دافي عادي، بس ايه ما يبقاش سخن عشان ايه ما يكلكعش النشا، ما يكلكعش المسحوق بتاع السحلب. وبنقلب فيه كده اهو يا جماعه لغايه ما القوام بتاعه ان شاء الله يعني يبقى سميك يتخن. ادي حبيباتي اهو خلاص ادام عمل كده ببقبقه كده من الجناب، خلاص هو كده بيكفي عليه. ماشي. هنروح نعمل ايه فيه دلوقتي؟ بنصبه ان شاء الله، وخليكم معايا. السحلب بتاعنا جميل جدا يا جماعه، حلو قوي قوي قوي. وكفايه النظافه، وكفايه انتي عارفه يعني بتشربيه ازاي.